برز اسم إلياس بن قارة في اللائحة الجديدة لقائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، ليتجه الاهتمام نحو هذا الاسم الجديد الذي يطرق أبواب محاربي الصحراء قادما من ألمانيا. إلياس بن قارة من مواليد مدينة فرانكفورت الألمانية في 29 من أفريل عام 2007، وينحدر من عائلة جزائرية مهاجرة أصلها من ولاية قسنطينة. منذ صغره أظهر ميولا كبيرة لكرة القدم، حيث بدأ مشواره الرياضي في مدرسة نادي ماينتس الألماني، قبل أن ينتقل في سن 14 إلى أكاديمية بوروسيا دورتموند، إحدى أبرز الأكاديميات الكروية في أوروبا. تدرج ابن قارة عبر مختلف الفئات السنية في النادي الألماني العريق، ونجح خلال الموسم الحالي في تسجيل اسمه ضمن قائمة لاعبي فريق بوروسيا دورتموند لأقل من 23 سنة، رغم أنه لم يتجاوز 18 من عمره بعد. يتميز إلياس بطول فارع يبلغ 1.91 سنتيمترا، ووزن يقارب 80 كيلوغراما، ما يمنحه حضورا قويا في منطقة الدفاع، إضافة إلى هدوئه في التعامل مع الكرات وقدرته على بناء اللعب من الخلف. شارك بن قارة في أكثر من 90 مباراة على مستوى الفئات الصغرى، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وهي أرقام تعكس تطوره السريع وثقته في الملعب. في الموسم الحالي خاض 8 مباريات مع فئة الشباب في بوروسيا دورتموند، وقدم تمريرة حاسمة، قبل أن يتعرض لإصابة في مطلع شهر أوت أبعدته عن الميادين لأسابيع، ليعود بعدها إلى المنافسة في أواخر سبتمبر. على الصعيد الدولي، سبق لإلياس أن مثل ألوان المنتخب الألماني لأقل من 17 عاماً في مباراتين وديتين سنة 2023، كما شارك قبل ذلك بعام مع منتخب أقل من 15 عاماً وقدم تمريرة حاسمة، غير أن اختياره الأخير بالانضمام إلى المنتخب الجزائري يعكس ارتباطه القوي بجذوره ورغبته في تمثيل بلده الأصلي. وبما أنه سبق له ارتداء قميص الفئات السنية للمنتخب الألماني، فإن انضمامه الرسمي إلى صفوف الجزائر يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتغيير الجنسية الرياضية. ينظر إلى إلياس بن قارة اليوم كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في أوروبا، ولا شك أن التحاقه بمحاربي الصحراء يمثل خطوة مهمة في مسيرته، وفرصة ثمينة للمنتخب الجزائري للاستفادة من لاعب يجمع بين التكوين الأوروبي والروح الوطنية، وقد يكون خلال السنوات القادمة أحد أعمدة خط الدفاع في المنتخب الوطني الجزائري.